برج الجدي، الشخص ده فعلا ناوي يكمل معاك ولا بيلعب بيك؟ يعني هل يا ترى كان بيلعب بيك الفترة اللي فاتت ولا ناوي فعلا يكمل معاك؟ الشهر ده بيبان ليك نيته على حقيقتها، وكمان بتقرر بيساعدك ده انك تاخد القرار النهائي في اللي بتعمله معاه واللي بيحصل ما بينكو، وخلاص بتبطل حيرة ومن أمره ومن ردود أفعاله في شهر مايو 2026. ولو حسيت في كلامي بحاجة لمست قلبك وانت خليك معانا حتى لو انت مش مواليد برج الجدي. يلا بينا، طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ شوف يا برج الجدي، انت عندك الشهر ده ورق كتير بتخلصه، انا مش عارفة ورق ايه، ربما تكون مقدم على حاجة او بتشتري حاجة بتخلص ورقها. يعني في ورق كتير بتقدمه لجهات حكومية او لجهات رسمية. طاقتك كلها حب، بادئ الشهر بكل شغف وبكل حب وتفاؤل، متفائل، بس بالرغم من التفاؤل ده في حاجة منغصة عليك وبتخليك مش قادر انك تكون مرتاح. بتحاول تمشي امورك على قد ما تقدر، بتحاول تسيطر على نفسك، بتحاول تبان قدام الناس قوي، لان في قلبك حب كبير كبير كبير، وحاسس ان في حاجة واقفة في العلاقة دي، حاسس ان حبيبك ما تفهمش بيمثل عليك بيتغير عليك. طب يلا بينا نشوف طاقة حبيبك ده ايه. لا، حبيبك هو كمان بيحبك يا برج الجدي، بيحبك ومتعلق بيك ومش عاجبه تصرفاتك، بس برضو في نفس الوقت في طاقته طاقة خداع، وحاسس كده انك انت بتحط له كل شوية شروط بتعلي طموحاتك، بتعلي متطلباتك. انا مش يعني لو انت بنت مثلا وفي اتفاق على حاجة، ممكن تكوني بترجعي تقولي حاجات جديدة، عايزة تطلبي حاجات جديدة، فهو ده بس اللي محيره في امرك شوية. طيب، بيقولك ان في كذب وخيانه ومكر وتصرف وخداع وحاجات بتكتشفها الشهر ده في الناس اللي حواليك يا برج الجدي، فخلي بالك. وبيقولك كمان خلي بالك من صحتك، علشان في حظ كبير جاي وهتحتاج انك انت تكون صحتك كويسه للشغل اللي جاي يا برج الجدي. وبيقولك كمان ان في افكار جديده بتجيلك وبتكون اخبار حلوه ان شاء الله. طبعا الدنيا نفسها هي مش حلوة ولا وحشة، هم الناس اللي حوالينا بيكونوا حلوين أو وحشين. بيقولك العب العب واستمتع بالحياة، وحاول انك انت تلاقي السعادة، وحاول كمان تتخلص من اي حد ساب علامة فيك من زمان او عمل معاك موقف وحش، حاول انك انت تمسح ده وتتخلى عن انك انت الانتقام او اي مشاعر سيئة سابها جواك يا برج الجدي. خلي عندك امل وخليك متفائل، الحاجات الحلوة جاية كلها في طريقك إن شاء الله في شهر مايو 2026. بيقولك إن في حد بيلعب معاك وإنت محتاج إنك إنت تلعبه باستراتيجية يا برج الجدي. وبيقولك كمان بطل تقلق، كل حاجة هتبان قريب. في ريليشن شيب كونكشن، وفي علاقة بتتوطد خلال شهر مايو 2026. كمان في تأثير من أصدقائك بيأثروا عليك بالافكار او كده، حاول انك انت تناقشهم وحاول انك انت تاخد رايهم، ما تتصرفش من دماغك. بيقول لك كيب تابنج، خليك على السوشيال ميديا، لو انت بتعمل حاجه على السوشيال ميديا ففي نجاح ملحوظ بيحصل في شهر مايو ان شاء الله. وبيقول لك انك انت هتبدا في شهر مايو انك انت تبين بوكر فيس، او تبين انك انت مش هتبين اي رياكشن، يعني اي حاجه هتحصل هتبقى عادي. وحاول انك انت تحتفل خلال الشهر ده، لان الشهر ده بتتعزم على حاجات كتير، خروجات كتير، تجمعات كتير، حاول انك انت تستمتع بيها حتى لو رحت لوحدك. طيب، ناخد رسالة من عقل حبيبك ونشوف بيقولك ايه. بيقولك انا غير متاح الان، وبيقولك انا نفسي اشاركك اخباري السعيدة، وبيقولك كمان ساعات كتير بسهر بالليل افكر فيك. انت يا برج الجدي بتقول لو انا معرفتش راسي من رجلي الشهر ده
انا خلاص همشي واسيب العلاقه دي، انا مش ناقص، انا عندي اللي مكفيني، انا اللي فيا اللي مكفيني، عندي كتير حاجات افكر فيها، عندي ناس كتير حواليا انا بهتم بيهم، بشيل همهم، سواء كان ناس زمايل او ناس عندي في البيت او whatever. فانت بتقول كده مهما كان عندي شغف انا مش هقول كلام حب تاني، انا مش هدي تاني، انت قررت خلاص تقفل الحنفيه. حتى لو العلاقه دي فيها سعادتك، انت قررت انك انت لو ما حسمتش الامر ولو ما تاكدتش من شكوك في دماغك، قررت انك انت تمشي خلاص، مش عايز تقعد اكتر من كده. طيب حبيبك بيقول ان هو محتار في امرك، مش عارف يعمل ايه، هو على طول عنده شغف عليك، عنده حب عليك، شايف انك انت بتعند معاه، ده هو لما شافك قال الحمد لله. انت كل ما تشوفه تحاسبه حساب الملاكين، اسلوبك وطريقتك مضايقه جدا، وخايف انك انت تطلقه او تنفصله. فعلا برج الجدي بيفكر في الطلاق اذا كان في جواز، وبيفكر خلاص ان هو يخلص من الموضوع ده، لان الموضوع ده سبب له تعاسه وسبب له قلق وسبب له تفكير كتير، خد اكتر من الحيز اللي المفروض ياخده. كل ما تيجي تتبسط بتزعل تاني يا برج الجدي، لان مفيش حاجه بتبسطك زي ما انت عايز بالظبط، او مفيش حاجه زي اللي في دماغك بالظبط زي ما بنقول. في حفلة أو في تجمع بتحضروه انتوا الاتنين، انت وحبيبك الشهر ده، وبيكون حفلة جميلة جدا أو تجمع عائلي ظريف جدا برغم الظروف اللي بتحصل، إلا إنك انتوا بتتبسطوا فيه جدا، بتبينوا للناس إن انتوا مبسوطين وعادي يعني. حبيبك يمكن يسافر ويرجع، أنا مش عارفة، في عنده في طاقته سفر، في رحيل. بيقولك إن هو ما بقاش فاهمك خلاص يا برج الجدي، وبقى خايف منك، مرعوب، مش عارف ايه رد فعلك وانت هتعمل ايه، حاسس انك انت بتخطط له في حاجة، وانا شايفاك انك انت فعلا بتخطط له في حاجة، وناوي انك انت خلاص. مش عارفة، شايفة انك انت بتتخانق معاه كتير، شايفة انك انت يعني ساعات تبقى مبسوط جدا معاه، ساعات تتخانق. في شد وجذب كتير جدا يا شباب في العلاقة دي، بس اللي مضايقك يا برج الجدي هي حاجة واحدة، ان انت وانت معاه مش مرتاح، حاسس ان في حاجة غلط، حاسس ان هو مخبي عليك حاجات، حاسس ان في حاجة مستخبية، انت مش حاسس ان انت سعيد، مش حاسس انك مبسوط، مش حاسس ان هو ده اللي انا عرفته من اول يوم. يمكن تكون حاسس ان هو اتغير، ده اللي انا شايفاه، انا شايفة انك انت حاسس انه اتغير عليك، وعشان كده انت يعني خلاص انت بتفكر فيه كتير اكتر من اللازم، وطول الوقت بقيت خلاص بتبقى مبسوط وانت لوحدك اكتر من وانت معاه يا برج الجدي. طيب يلا بينا يا شباب ناخد 3 اسئله لمواليد برج الجدي ونشوف اجابتهم سوا. هل لو انتوا منفصلين هل في رجوع لغايه اخر شهر 6 2026 ولا لا؟ لا للأسف مفيش رجوع في الوقت الحالي. طيب هل لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل، هل بتقابل حد جديد في شهر مايو لغاية اخر شهر 6 2026 ولا لا؟ ايوه ان شاء الله، وبتكون العلاقة دي علاقة قدرية وبتكمل معاك بقية حياتك ان شاء الله. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي. طيب حط اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف اجابته سوا ولا لا. ايوه ان شاء الله يتحقق، وان شاء الله بالتفكير والتدبير كل اللي انت بتتمناه يتحقق يا برج الجدي. شكرا حبايب قلبي برج الجدي ونورتوني.